بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا معايا الفراخ في اليوم ال35. حبيت أصور معاكم الفراخ قبل ما أذبحها، لأن أنا صورتها في اليوم ال30 لما شطفت الفراخ، وقلت أصورها معاكم تاني عشان تتأكدوا إن الفراخ حلوت، يعني مش تعبت مع الشطفة ولا جرالها حاجة. الفراخ بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم كده شايفين معايا زي الفل. الفراخ حلوة وبنشاط وبحيوية. فالفراخ في الفترة دي الأخرانية كل اللي محتاجاه انخفاض في درجة الحرارة. لازم نخفض عندها درجة الحرارة، لأن هي الفراخ في الصيف مع الوزن بعد ما تكمل 2 كيلو بتبقى مش مستحملة الحر. زي ما حضراتكم عارفين إن الفترة الأخرانية من عمر الفراخ في الصيف ما بتستحملش، ممكن موت مفاجئ من غير أي أمراض أو حاجة مع ارتفاع درجة الحرارة، لأن زي ما حضراتكم عارفين الجو حر وصيف والفراخ ما بتستحملش الحرارة. فلازم كل اللي أعمله في الفترة الأخرانية إن أنا أخفض درجة الحرارة، زي ما بحافظ عليها في الأول وبدفيها في الأسبوع الأولاني. لا باجي بقى بعد ما بتكمل 20 يوم الفراخ ما بتتحملش أي ارتفاع في درجة الحرارة. وفي الوقت ده إن أنا بحافظ إزاي عليها من ارتفاع درجات الحرارة. بضيف لها الاسبرين في المية، خاصة في وقت الظهر. قلت بشيل من قدامها العلف من الساعة 11 للساعة 5، وبضيف لها الاسبرين للمية، وبضيف لها الخل، يعني بضيف خل أو بضيف اسبرين عشان يخفض من درجة الحرارة. بشطف الفراخ زي ما وريتكم قبل كده عشان أخفض معاها درجة الحرارة، وتبقى فترة الظهر دي بالذات ما هي بتبقى صعبة على الإنسان نفسه، بل على الفراخ والطائر عموما. الطائر ضعيف ما بيتحملش أي ارتفاع في درجة الحرارة، وممكن يحصل له احتباس حراري ويحصل له موت مفاجئ. أنا الفراخ قلت كفاية عليها كده، كفاية عليها 35 يوم ولازم أذبحها، لأن أنا مضمنش الأيام اللي جاية إن الحر يزيد والجو يسخن زيادة عن كده. وممكن الفراخ زي ما شايفين إنها كويسة، هي وشها أحمر وكويسة نشاط وحيوية، ممكن بقى تتعب أو بتموت موت مفاجئ أو يجيها إسهال، لأن إحنا عارفين مع الحر بيجي الإسهال الأبيض ويجي الإسهال الأخضر، وبيبقى الجو صعب. غير إنها الفراخ يعني جاتها تخرخر ومسكت فيها ما سابتهاش، يعني ممكن إن هي نفسها يضيق عليها وتموت من غير أي أسباب. أنا قلت كويس وكفاية بقى الحمد لله على قد كده، لازم إن أنا أذبحهم وعشان أرتاح منهم بقى، لأن الجو حر. وزي ما قلت لكم أهم حاجة في الفترة الأخرانية دي بيبقى الحفاظ عليها من درجة الحرارة، والحفاظ عليها من سموم العلف، لأن احنا عارفين إن العلف الفترة دي اللي فاتت دي كان كل يوم في سعر، والتجار كانوا بيخزنوه عشان إن هو يزيد. والفراخ بقى في فترة السن الكبير دي ما بتتحملش سموم العلف، بتبقى أي نسبة سموم في العلف بتقضي على الفرخ. فأنا جيت بقى بعد ما هي كملت 20 يوم بقى تستعمل معاها مضاد السموم البقري. احط لهم كل 3 ايام احط لهم سنتي على اللتر لمده 3 ساعات مضاد سموم من الصيدليه البيطريه، عشان احافظ على الفرخ من السموم اللي في العلف. احنا عارفين ان الفراخ بعد ما بتكمل 20 يوم المناعه عندها بتضعف، وبتبدا تسهل اسهال ابيض واسهال اخضر، بتبدا ان هي الخرخره. فالفراخ اللي ما كانتش مناعتها قويه ما بتقدرش تقاوم معايا. طيب انا الاسهال الاخضر والاسهال الابيض بقيها ازاي؟ لو بالعلاج ممكن اجيب لها جرعه وقايه من الكوكسيديا او من الكوليستريديا، واجيب لها جرعه وقايه واديها لها بعد 20 يوم. انا كنت بديهم قبل كده جرعه وقايه من الكوكسيديا ومن الكوليستريديا بعد 12 يوم، وبعد كده بكررها لهم بعد 20 يوم. طيب انا مش هدي علاجات او مش عاوز ادي علاجات، بعمل ازاي؟ بستخدم معاهم الشيح، وبستخدم معاهم الليمون، وبستخدم معاهم الكمون والثوم. فالثوم مضاد حيوي طبيعي، مع الليمون بيغسل الامعاء بتاع الطائر وبيحافظ عليه من الاسهالات، والشيح برضه نفس النظام، والكمون. انا الشيح زي ما قلت لكم ان انا بضيفه للميه كده العشبه كده زي ما هي، ما بغليهاش، لان انا لقيت ان انا كل ما بغلي الاعشاب دي بتفقد مع البخار نسبه منها، فبمسك اضيفها كده في السقايه. والشيح طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان هو ناعم وضعيف، ما بيسدش السقايه ولا حاجه، والفراخ بتشربه وكويسه وزي الفل. انا ما استخدمتش مع الفراخ دي علاج، ما جبتلهمش جرعه وقايه من الكوكسيديا او من الكوليستريديا، بقيت اديهم الشيح والليمون والثوم باستمرار، والحمد لله كويسين زي ما حضراتكم كده شايفين معايا. والكمون بعمله ازاي؟ الكمون بستعمل الكمون بعد ما بفرمه في المطحنه للطبيخ،
بضيف منه المعلقة على السقاية ال4 لتر برضه كده زي البودرة للفراخ، والفراخ بتشربه. وزي ما حضراتكم كده شايفين معايا الفراخ اهي، انا حبيت اصورها كده معاكم عشان تشوفوها قبل ما اذبحها. ودلوقتي هنوزن هنشوف الاوزان يعني بتتراوح ازاي، على ما ان احنا عارفين ان الدنيا صيف، الاوزان في الصيف بتبقى يعني مش قد كده، هي الفراخ بتدي اوزان في الشتاء عن الصيف. هنوزن وهنشوف الوزن هيبقى قد ايه. زي ما حضراتكم كده شايفين معايا الميزان كده اهو مصفر. وهبدأ هنا اجيب حاجة اي حاجة هنا من الفراخ دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الفرخة دي كده 2400 وزنها خفيف صحيح، بس هو طبعا انتوا عارفين ان الصيف بيبقى الاوزان بتبقى خفيفة. وادي دي كده 2.5، اهي دي 2.5 معانا. نشيل دي كده ونشوف حاجة تانية. وادي دي كده 2.650، كده 2.650. وده برضو كده اهو برضو بنفس النظام 2.650. وادي ده اهو كده 2.700. الفرخ ده اهو 2.700، هيبقى الاوزان من 2.400 2.5 لحد 2.700. يعني صحيح ما ادوش اوزان زي ما بيدوا كل مره، بس يعني كويس ان هو في الصيف مع درجه الحراره مع الخرخره اللي هي جاتهم قبل كده انهم هم ادوا الوزن ده. لانكم حضراتكم كده عارفين ان الفراخ بتدي اوزان وبتتقل في الشتاء، لكن في الصيف بتبقى صعبه لانها برضه ما بتاكلش كويس، ما بتسحبش في العلف، وبتشال من قدامها العلف لفترات طويله. انا برفع العلف من قدام الفراخ من الساعه 11 لحد الساعه 5، بتبقى العلف قدامها فتره طويله. وبالطبيعي بعد الساعه 5 يمكن بتقعد لبعد العشاء وهي مش بتاكل وبتنهج من كتر الحراره وارتفاع درجات الحراره. لكن لو في الشتاء الواحد بيحاول يدفي الفراخ، والفراخ بتسحب علف كتير. يعني هم دلوقتي 38 فرخ ما تخلصوش شوالين ونص علف، لكن لو في الشتاء كان سحبوا علف اكتر من كده في الوقت ده. لكن في الشتاء بيدوا اوزان، يعني في الشتاء كان قبل كده عندي على 31 يوم كان فيهم 2800 و2700، لكن دلوقتي يعني يعتبر الاوزان ضعيفه، يعني 2.5 ل 2.700. على 35 الاوزان يعني مش قد كده، بس الحمد لله كويس ان هي برضو عدت على خير لانه الجو صيف وجات على قد كده. يلا، وان عجبكم الفيديو ما تنسوناش بالاشتراك في القناه وعمل لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.